علينا أن نقضيها بالطاعة، والنفس طماعة يجب أن نعلمها القناعة، فإن لم تعلمها القناعة فوالله سنهلك وسنذهب إلى نار قد أعدها الله للمجرمين ولمن جحد بنعمة الله جل وعلا. فاليوم ونحن نودع هذا الشاب الذي ما هو إلا طالب من الدورات القرآنية في جامع الشهيد طه، كلنا تألمنا عليه وكلنا محزونون على فراقه وكلنا متألمون، وأقولها وبكل صراحة هنيئا له، كما قال أبيه صلى الفجر ثم خرج. نعم، هذا هو ديدن الصالحين، هذا هو ديدن من كان مع الله على عهد. فيجب أن نتعلم وأن نتعظ وأن نتيقن إن الموت لا يأخذ فقط كبار السن، بل يأخذ الشباب ويأخذ من قد نسي الموت وابتعد عن التفكير بالموت. كلنا يجب أن نفكر بالموت وأن نعمل لهذه الساعة، فوالله ثم والله إن هذه الساعة تأتي بغتة وكلنا نخاف منها، كلنا نخاف إلا من أحب لقاء الله جل وعلا، فإن الله يحب لقاءه. فيا أيها الأحباب الكرام، عندما نرى هكذا حالة وفاة وعندما نرى هذه الأمور تحدث في بلدنا العراق وكثرت، ألا يجب أن ندعو الله جل وعلا أن يفرج عن بلدنا وأن يرحم حالنا وأن يحفظ أولادنا وأن يبعد عنا أولاد السوء. فيا معشر الشباب، من صاحب صديق سوء وقرر أن يسير معه ويقضي حياته، فنقول هذه هي النهايات، هذه هي النهايات، إما لسجن أجلكم الله، وإما أن تكون صاحب مخدرات أو مسكرات. فيا أيها الشاب، عندما تخرج فاعلم إن لديك أب يفكر بك، اعلم إن لديك أم غلقة عليك، اعلم يا أيها الشاب إن هنالك من يخاف عليك. فلذلك راعي أمك وأبيك، عندما تخرج فقط أخبرهم أين أنت ذاهب، لا تقل أنا كبير، لا تقل لا أريد أحد أن يحاسبني، لا والله، لأن الدنيا خطرة وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لأن الجو حار، لكن يجب أن نتعظ وأن نعلم إن ما جرى على محمد كلنا لربما سيجري علينا وعلى أولادنا. فيجب يا أيها الأب أن تتعظ، ويا أيتها الأم أن تتعظي، ويا أيها الأبناء أن تتعظوا. فيا أيها الأحباب الكرام، لنرفع كف الضراعة إلى الله وندعو إلى ولدنا محمد أن يرحمه الله برحمته. يا محمد يا ابن أمة الله، تذكر العهد الذي خرجت عليه من هذه الدنيا وذهبت به إلى ربنا جل وعلا، هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن الكعبة هي قبلتك والقرآن هو كتابك ومحمد هو نبيك. اللهم يا الله، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم اكلاه بعنايتك ورعايتك، اللهم تجاوز عنه يا الله، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا الله. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا الله. اللهم صبر قلب أبيه على فراقه يا الله، اللهم صبر قلب أمه على فراقه يا الله. اللهم يا من تعلم بحاله، يا من تعلم بحاله، يا ربنا كن له ولا تكن عليه يا الله. يا ربنا قد ذهب بريعان شبابه يا الله، ونحن نشهد له بأنه كان من أهل القرآن، بأنه كان من أهل المساجد. فيا ربنا شفعه بالقرآن يا الله، واحشره مع نبيك المصطفى يا الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا ربنا يا ملاذنا يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ربنا ارحمه برحمتك يا الله، يا ربنا ارحمه برحمتك.